تكون دايما مفلتر ايه اللي بيدخل دماغك. والله انا من كل فتره للتانيه كده بقعد ابص شويه على الفيد بتاعي على الانستجرام او التيك توك، بشوف المحتوى اللي انا بتابعه رايح فين. لو حسيت ان المحتوى اللي انا بتابعه رايح في حته مش كويسه او يعني انا لما بقول السكه بتاعت النجاح فيها وحده، فيها لونلينس. بس هنا بقى هو اتكلم على نقطه مهمه جدا، وهي نقطه اللونليس او الوحده اللي اغلبنا بيمر بيها. لان انت لو قعدت مع عموم الناس هقعد يكلمك في مشاكل البلد وبتاع، وهو كان مين اللي نجح لو هو فريلانسر بالذات تلاقي كل شغل لوحده، ما بقاش قادر يقعد مع الناس زي الاول. هتلاقي نفسك مضطر تنعزل. مش عارف بصراحه العيب هنا فينا ولا العيب في الناس اللي حوالينا، بس انا شايف ان العيب موجود، يعني ان العيب ده لازم نشوف له حل. تمام. فانت الفلتر اللي بيدخل دماغك. وهقول لك على نقطه مهمه قوي قوي قوي، يعني من مود معين دلوقتي او زعلان، فبتلاقي السوشيال ميديا حاسه بيك قوي، بتقعد تطلع لك كل الفيديوهات اللي انت حاسس بيها. فاول ما بلاقي نوعيه